تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد سويداني بلعت رئيس جمعية صمود 78 الخاصة بمشروع 78 مسكن تساهمي بمدينة سيدي بلعباس. يعني نتوجه إلى السيد والي ولاية سيدي بلعباس بطرح هذا الانشغال. وحاجة الأولى اللي راهي ضرنا بزاف، يعني الإجراءات البيروقراطية اللي راهي غير تزيد في مقر ولاية سيدي بلعباس. احنا جمعية، يعني أسسنا هذه الجمعية بأمر من السيد رئيس الجمهورية، وهذه الجمعية هي الدور تاعها أنها شريك فعال في حل المشاكل. ولينا نحطوا طلبات المقابله للسيد والي ولايه سيدي بلعباس. تخيل باللي رانا دايرين ملي جا هذا السيد والي ولايه سيدي بلعباس رانا دايرين على الاقل 5 طلبات مقابله. حنا كي نوضعوا في العاده كي نوضعوا طلب مقابله وانا خاتمه بختم الجمعيه، على الاقل الاولى حاجه الاولى اللي واجب عليك ديرها هي لاكوزي دو ريسبسيون، يعني تكاشي لي باللي انا عطيتك رساله طالب مقابله. راهم يرفضوا لنا لاكوزي دو ريسبسيون، وكي استعلمت الامر قال لك اوامر فوقيه. انا مانيش عارف شكون هذا اللي راه يمد اوامر فوقيه على لاكوزي دو ريسبسيون. حنا والله العظيم لا رانا نوضعوا رسائل تاعنا في وزاره السكن في وزارات اخرى راهم يديرونا لاكوزي دو ريسبسيون. يعني ولايه ما راكش، يعني انت كي ما ديريش لاكوزي دو ريسبسيون يعني انا الطلب تاعي راك باغي يا اما ترميه يا اما ما راكش باغي توصله للسيد والي ولايه سيدي بلعباس. انا هكا نفهمها. الحاجه الاولى يعني، والدليل باللي 5 مرات وحنا نوضعوا طلبات مقابله ولا واحد يعني استجبتوا ليه. يعني هذا الانشغال تاعنا الاول. والحاجه الثانيه في نفس الولايه، كي طلبت سجل الشكاوى هذاك تاع بوليونس باش نوضع الشكوى تاع هذه تاع لاكوزي دو ريسبسيون، قال لك ما كاش. كيفاه انت ما عندكش ما سجل شكاوى؟ هيا كي نديروا حنا هذا يعني الامر الاول. حنا نرجعوا للموضوع تاعنا الاساسي. حنا رانا باغيين نوصلوا للسيد والي ولايه سيدي بلعباس، رانا باغيين نوصلوا له يعني الحقيقه المره اللي رانا عايشينها. شاهدي الحقيقه المره، يعني بعد الزياره تاعك للمشروع في بدايه اكتوبر، وتخيل هنا رانا على ابواب مارس يعني 5 شهور ولا حاجه دارت. مكاش حاجه دارت، راهي في 5 شهور والله العظيم حاجه ما دارتش. حنا تفاهمنا يعني في الاجتماع تاع 18 اكتوبر بمديريه السكن. الحاجه الاولى قلنا نديروا القرعه ما دارتش، قلنا لي في اس بي ما نخدموش، قلنا طرد المحتلين اللي راهم في البروجي ما طردوهمش. يعني كاين ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مكتتب من 78 سكن تساهمي. كما كان يقول الاخ رئيس الجمعيه، حنا نطالبوا من هذا المنبر الحر، نطالبوا رئيس الجمهوريه ونطالبوا وزير السكن ونطالبوا والي ولايه سيدي بلعباس باش التدخل الصارم في هذا المشكل. حنايا ملينا كرهنا بزاف. 13 عام. شوف، درنا طلبات كما قال لك رئيس الجمعيه ما ختموش عليها. درنا احتجاجات ما شافوش فينا. رانا حياتنا فوتنا غير احتجاجات بزاف، ولا حتى الناس عرفنا ويشوفوا فايتين علينا يقول لك 78 ساكن. والله لا بزاف، 13 عام بزاف. نعم، القضيه نتاعكم راه معروفه عند الخاص والعام. يعني يعطيك الصحه. القضيه تاعنا راه معروفه عند العام وعند الخاص. وحنا فرحنا كي الوزير هضر عن المشروع تاعنا، والله لا فرحنا زعما تنفسنا للسعداء. بصح من بعد موراها كي تجي نتايا لولايه بلعباس وتشوف الادارات متماطله وتشوف الادارات غير ما كاينش حتى تنسيق. حنا شنو نطالبوا من هذا المنبر الحر ان هذا الوالي يخلق لجنه. يعني راكم تطالبوا بلقاء مع الوالي. اللقاء مع الوالي اولا، يعني باش توضحوا له الامور. يعني ربما الرسائل تاعكم راش توصل للوالي رسميا يا اخي. رسميا الرسائل تاعنا ما توصل. رسميا الرسائل الاولى. ثانيا نطالب من الوالي يخلق لجنه مشتركه كاع الدول يديروا كاع لجنه مشتركه. اولا من المكتتبين، من وزاره السكن مدير السكن، من لي دومان، ومن السي تي سي، ومن الولايه. هذه اللجنه
تكون على مستوى الولايه وتكون فيها اجتماعات كل 15 يوم كل شهر. هذه اللجنه هي اللي تمد الصح للوالي، هي اللي تمد الصح ويتكل عليها. قال مثلا كل شهرين تجتمع هذه اللجنه، وين راه المشروع وين راه واصل. ما كانش غير المشروع تاعنا في بلاد العباس، كاين عده مشاريع، كاين 55 59 78 60 مسكن، كاين مشاريع متوقفه راها في مده، بصح ما كانش الحاجه ملموسه. ثالثا نوجه هذا الطلب للوالي، راه المحتلين راهم غير يزيدوا للسكنات تاعنا. هذا البروجي تاعنا ولا مش عارف شنو نقول، كل يوم يزيد الاحتلال، كل يوم اللي تبان له يطلع يدير باطا، يدير تياقه، ويدير باب، ويدير مفتاح ويريح. والمكتتب الصح اللي راه يجري ولا اللي يدير في احتجاجات وراه مغبون ويطلع للعاصمه رانا كتشوف رانا غير مع الاحتجاجات ومع الصحافه. نعم هذه هي. نعم شكرا. أختي كريمة. Voilà, je suis aussi concernée que les autres concernant le projet 78. Ben voilà, ce sont que de fausses promesses depuis 2010 que nous attendions. Et on avait perdu espoir jusqu'à l'arrivée de M. Louali qui nous a donné une petite lumière, je dis bien une petite, parce que depuis le 18 octobre, vu la dernière réunion qui a eu lieu avec M. Benatou, et c'était prévu qu'il allait avoir un tirage au sort concernant nos appartements futurs, bien sûr, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. C'était de la foutaise, des paroles en l'air. C'est-à-dire, ils sont en train de nous détruire. Malgré ce qu'il avait donné comme ordre, M. Louali, rien n'a été fait. On a été voir le directeur de la DEP qui nous a envoyé balader, soi-disant que tout était chez M. le fameux directeur de l'OPGI. Arrivé là-bas, il nous a dit non, j'ai rien reçu. Gabi la Boubila qui court, à gauche, à droite, voilà. Alors. Non, personne. Et ils nous ont menti, je dis bien menti. Parce que le directeur de la DEP, Kimchina Ando, il a fait les flics OPGI. Kimchina l'OPGI avec l'ex-directeur, c'était la même chose. Non, je n'ai rien reçu, mais ça fait le wélo, Gouloulou, il y a un maillot et on devait faire la transmission de Hada. Alors que non. Ou bien ils se mettent d'accord. Mais on ne veut pas que ça soit ainsi. Parce qu'il n'y a rien. Voilà, ça va être une guerre civile à Dior. Alors, malgré la décision de M. Louali, mais rien n'a été fait. Et j'espère que M. Louali il sera à l'écoute. Parce que deux fois, chez l'IDA, il y a des numéros de téléphone, les meilleurs touchent à l'IRM. Alors, depuis l'entrée de Louali, l'IDA, jusqu'à la dernière minute, personne ne répondait. On aimerait bien que M. Louali sera à l'écoute. Personne, plusieurs fois. Même je me suis déplacée personnellement avec mon téléphone. J'étais devant la RTA, enfin la radio. Mais impossible. Même qui خرج نفدو هكذا ركبوا في اللوطو pouvait même pas lui parler. ربما بالك كانوا يعني اتصال Non, ça بزاف sonnait. ولا Ça sonnait. Ah oui. Ah oui, ça sonnait. C'était pas l'occupation. Ça sonnait, mais personne ne répondait. Et au final, on حبش نقبلوا هذا الوالد كيش نديروا له. On aimerait bien qu'il soit à l'écoute. Tout notre espoir, من بعد الله سبحانه كامل الامل تاعنا راه فيه هو وحق تاع ربي. Quand j'ai vu son entrée في الميدان, c'était d'ailleurs si vous allez voir sur Face ou sur les machins, j'ai toujours félicité le travail qu'il faisait. J'ai toujours approuvé ce qu'il faisait. Je me suis dit, c'est le bon nom qu'il nous faut. Mais là, ou bien on ne transmet pas, ou bien il y a des complices quelque part qui sont en train de nous reculer, de nous, je sais pas, de nous arrêter. Voilà. نتمنوا هذا النداء يوصل للولي ولا ويتصل بكم في اقرب وقت ان شاء الله ويحل لكم المشكل اللي راه من مده اكثر من 13 سنه. يعني حتى احنا خدمنا معكم الكثير من الاحتجاجات. نتمنوا من ولي ولايه سيدي بلعباس القضيه تاع 78 مسكن او حتى المكتتبين الاخرين، يعني ناس راها تعاني. نتمنوا هذا النداء يوصل له ان شاء الله. ما راش عندنا كنز الدنيا 13 وحنا كرايين لا نهبوا عليه كملناه، الا اللي سلفونا كرهوا منا ما رضيناش الديون. On est passé par des dettes et jusqu'à présent on vit le calvaire. Et la location qui est entre 2 et 3 millions, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Hein.
Et quand même, c'est une famille qui se compose de 8 personnes, on se retrouve dans un trou, qu'on paye le loyer pour 3 millions. Je crois que demain, déjà, vous avez الله يحط فيها الحق حسبي الله ونعم الوكيل فيه الموصل يوصلوا لنا ليه. نقول غير وكلت عليهم ربي اللي ما يسهل ما ينام. Toute personne qui a participé pour nous détruire, حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. On ne leur pardonnera jamais. Voilà. ولا كنمشيو نصدموا يقولوا لنا حنا ثاني نمشيو ندخلوا صاحي. هذه هي سأسأل على نقش توتال. Et merci à vous, monsieur. Merci. كلمتك الأخيرة. المهم يعني من هذا المنبر نشكر جريدة واس انفو اللي دائما فاتحت لنا الابواب تاعها ودائما يعني ماشي غريب عليها راهي من 2014. نعم حنا اوراني نيوز اون ميم طون دارت العشرات من المقالات، ربما هي رقم واحد في المقالات عن مشروع يا اخي هذا واجب. ربي يجازيكم. ونشكر الصحفي المتألق والناسي يوسف، شكرا على واجب الصحفي المواطن البسيط. ونشكر السيد مدير تاع جريدة واس انفو، وبارك الله فيكم وربي يجازيكم. شكرا على واجب يا اخي كريم. كما قال الاخ نشكر جريدة واس انفو ونشكر الاخ يوسف اللي راه معنا. انا نحسبه مكتتب معنا زعما كان مدير كان ديما معنا في الاحتجاجات كلشي نحسبه مكتتب معنا. ثانيا نطلب من الوالي الضغط على الادارات راه متماطله بزاف وراهم يوصلوا لها الفوق، يوصلوا لها غير الهبط. ونتمنوا ان شاء الله ندوز سكنات تاعهم ان شاء الله. بارك الله فيك. Merci. حتى لاسيات ما زالت ما رجعتش باسم يعني لو بي جي اللي هي يعني اللي مدوا لها اسندوا هذا المشروع. حنا جيناك السيد والي ولايه سيدي بن عباس، انا ما تقوليش اصبر، انا ما نصبرش خاطش راني نعاني. هذا البروجي 14 سنه، يعني 14 سنه هذيك اصبر ما راكش عايش الظروف تاعي. انا راني نعاني وكل شهر راني نفوته، يعني كل راني نفوت سنوات تاع معاناه. والسيد رئيس الجمهوريه كان واضح في القرارات تاعه، قال لك لازم الدوله تحل المشاكل تاع المواطن. حنا مواطنين توجهنا للمؤسسات تاع الدوله باش تحل لنا المشاكل تاعنا، ماشي باش تكونوا نتوما مشكله يعني في هذا الازمه اللي رانا عايشينها، هذا الهم اللي رانا عايشينه. ولي زادونا هذو الاجراء اللي يقعد سيمانه راه يقعد 5 شهور. هي دروك انا لا ريبريز مثلا تاع المشروع وين غادي يكون؟ غادي يكون بعد 2 3 سنوات. اذا انا بعدك راني نشوف واحد من الناس، النهار الاول كنت متفائل صراحه، من بعد دروك راني قانط. نقولها لك صراحه، كل مسؤول يشوف هذه لا فيديو يعرف بلي المكتتب تاع 78 راه الياس الوزير وتكلم عليه، كاع الناس تكلمت على هذا المشروع الى متى هذه المعاناه. وحنا نتمنى من السيد والي ولايه سيدي بن عباس انه يكون تواصل مع ممثلي المكتتبين باش ينقل الحقيقه، باش توصلها الحقيقه، باش يعرف ما كاش كيما تتواصل مع المتضرر. المعني بالامر هو اللي كي تتواصل معاه غادي تلقى حلول. حنا والله العظيم راني نعاني. انا راني ساكن في استوديو، راني ساكن في 300 كاري، راني نعاني راك عشاوه راني نعاني. وزيد بزياده نشوف بروجي نشوفها من 2013 هو حابس على كيما يعني الاخ الكريم، يعني شكون اللي يتحملوا المسؤوليه في القضيه تاعكم؟ انا والله العظيم المسؤوليه صراحه، انا المسؤوليه ما نقولش فلان وفلان. انا تبان لي والله اعلم، تبان لي كاع الادارات يتحملوا جزء من المسؤوليه. وحاجه اللي شفناها هنا في الادارات في بن عباس ما كاش تنسيق بين الادارات. انا هذه حاجه اللي اكتشفتها، يعني كل واحد وراه يضرب في جهه، وكل واحد ما على بالاش والله مانيش عارف خدام تاع شي يخدم، وكل واحد وكانت لنا غير اللي هذه الحاله الاولى، هذه الحاله الاولى، هذه الحاله. يا خويا انا نعرف حاجه، قوم ولا طلق المصب تاعي اللي انا كدايه اذا ما قدرش تحل مشاكل الناس. اذا كان مشروع تاع 78 مسكن ما حليتهاش، ورانا نشوفوا باللي المشاريع كاع راهم يحتاجوا، يعني ما كان احتاج جديد ماشي غير البروجي تاعنا تاع 78، كاع الناس راهي تعاني نفس المشاكل اللي كانت في الاداره السابقه رانا نشوفوها حاليا. هذه هي، والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك.